القاهرة تقدم صورة ورا صورة تكمل الصورة، والصورة من بلدي، صور من بلدي، صور من بلدي. إعداد سهى عزمي. رؤية فنية فؤاد السيد. أعزائي المستمعين، من رحم الألم يولد الحلم. البطولة أن تركض نحو هدفك بأنفاس واثبة. أنت بطلة لأن ابتسامتك على شفهك رغم قسوة الألم. هذه بعض من كلمات الدكتورة مها نور جعلتها حياة تحياها بعد رحلة التقت فيها الموت والمرض عدة مرات مع الدكتورة مها نور، ولقاء مع الأمل والمقاومة والقوة العنيدة. نلتقي وواحدة من اللاتي زادهم السرطان تمسكا بالحياة. انتي لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي، ولا فيكي حاجة ناقصة. انتي لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي، ولا فيكي حاجة ناقصة. وسط تعبك وسط ألمك لسه عايش برضو حلمك. بصي تاني في المراية، شوفي نفسك أحلى أنثى. انتي لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة. البداية خالص كده أنا كنت دبلوم تجارة، ودخلت غصب عني، وده كان بالنسبة لي وبالنسبة للعيلة كلها شيء مشين يعني، لأن كان كل العائلة عندي كلهم يعني دكاترة، مهندسين، ضباط، بكالوريوسات، كله مراكز. فإن أنا أدخل حاجة زي كده كان شيء وحش ومنبوذ، وكنت محور للتجاهل في وسط العيلة. فده كان بيخليني من جوايا إن أنا عايزة أتغير، بس ما كنتش عارفة، يعني مش عارفة أوصل للحاجة اللي أنا عايزاها. المهم جيت في آخر سنة جبت مجموع للأسف ما جابليش يعني النتيجة ما جابتنيش الحلم اللي أنا عايزة إن أنا أدخل كلية. المجموع دخلني معهد سنتين، ودخلت قبل الامتحان تقريبا بحوالي شهر، لدرجة إن هم كتبوني ورقة على مسؤوليتي إن أنا لو دخلت امتحان وسقطت هم ما لهمش دعوة بالموضوع ده، أنا اللي أتحمل ده. وفعلا دخلت الامتحان وما لحقتش اذاكر، يعني هو ذاكرت عارفه بسرعه كده وخلاص، والنتيجه ظهرت وجبت تقدير جيد جدا. ده كان في الترم الاولاني. انا بحكي لك القصه دي لان وراها يعني خير كتير قوي يعني، عشان تعرفي ايه اللي وراها. المهم يعني فنجحت في اول ترم. جيت في الترم التاني اللي انا قعدت ذاكرت فيه كويس جدا، للاسف سقطت، فاضطريت ان انا اعيد سنه اولى معهد. جيت نجحت في سنة أولى، وبعد كده دخلت سنة تانية وخلصنا وخلاص المعهد انتهى. أخدت معهد متوسط سنتين. كان طبعا حلمي ان انا اكون بكالوريوس تجارة، بس للأسف ما نفعش، مجموعي ما جابليش. فحاولت ان انا ادخل حاجة اسمها معادلة. دخلت المعادلة مرة واثنين وبرضه للأسف ما قدرتش أعدي منها، لحد ما في يوم لقيتهم بيقولوا إن المعهد بتاعنا اتحول بقى من جامعة حلوان لجامعة القاهرة، وبقى 4 سنين ما بقى سنتين، بس بشرط واحد اللي عايز يكمل فيه. شرط واحد يكون الدفعة اللي قبل ما يجي القرار ده على طول، الدفعة الأخيرة يعني هي دي اللي تقدر إنها تقدم. الدفعة اللي قبلها لا، ما تقدمش. فهنا بدأت استشعر الحكمة بتاعت ربنا، ان ربنا عمره ما بيعمل حاجة وحشة ابدا. يعني انا لو كنت نجحت في سنة اولى ما عدتش السنة، ما كانش هيطبق عليا القانون ده، كنت هضطر ان انا افضل زي ما انا معهد سنتين. لكن لاني سقطت في اول سنة القرار اتطبق عليا، فدخلت ودخلت المعهد من اول وجديد تاني، بس دخلت على سنة ثالثة وكملت ونجحت وخدت البكالوريوس. دي كانت بداية
اني ابدا احس ان في حاجه، معناها ان مش كل حاجه وحشه في حياتنا وراها حاجه وحشه، بالعكس ممكن يكون وراها حاجه جميله جدا. بعد كده اتجوزت. قبل ما اتجوز طبعا اشتغلت في بنك، وكان من رابع المستحيلات يعني ان انا افكر في يوم من الايام ان انا اشتغل اصلا، لان انا كنت حد زي ما بيقولوا كده حد دلوع جدا، واخر اخواتي، وفرق بيني وبينهم كتير يمكن اكتر من 10 سنين، فاللي هو من الرابع المستحيلات ان انا اشتغل. فاضطريت ان انا انزل غصبا عني عشان مش عايزيني اقعد في البيت، يعني عايزين ان انا انزل واتحرك وكده. فنزلت اتعرفت على جوزي في الباص، واحنا هو بنكير برضه، اتعرفنا على بعض واتجوزنا. دخلت الحياه الزوجيه وانا يعني برضه عارفه اللي هو ايه، انا شخص عديم المسؤوليه، مش عايز اعمل حاجه، انا لسه هلتزم ببيت وجوز وطبيخ وانا ما بعرفش اطبخ وما بعرفش اعمل حاجه. المهم مرت الايام وبدات اتاقلم على الحياه، وخلفت جبت ولدين وبدات اربي واتعايش معاهم، بس بقيت ست بيت عاديه جدا زي ايه ست بيت، بس لدرجه ان انا كمان ما كنتش بعرف انزل اجيب حاجتي الخاصه، ما اعرفش اجيب زي ما بيقولوا كده كيلو طماطم حتى. كان كل حياتي ان انا عايشه لبيتي، انضف البيت، ارتب الولاد واذاكر لهم واخليهم متفوقين. هو دي كانت اقصى طموحاتي، مش اكتر من كده. لدرجه ان كان ممكن اقعد في البيت شهر ما اشوفش الشارع، ولو خرجت لازم جوزي يوديني ويجيبني. لحد ما فجاه حصل زلزال في حياتي كان شديد جدا. الزلزال ده كان يا اما يهدني يا اما يعيد بنائي من اول وجديد. والزلزال ده كان هو مرض السرطان، او زي ما انا دايما بقول صديقي اللدود. كنت بالصدفة قاعدة على السرير، وكان يوم عيد ميلادي، كنت تميت ال 33 سنة، الكلام ده من 11 سنة، متحسبيش ورايا. ساعتها كنت قاعدة على السرير فبعمل ايدي كده لصدري، لقيت حاجة ورمة، فاتخضيت يعني. فروحت سألت جوزي، قلت له أنا حاسة إن في حاجة غريبة في صدري. قال لي تعالي طب نروح للمستشفى ونكشف وكده. المهم رحنا المستشفى، الدكتور كشف عليا قال لي تقلقيش يا بنتي، 90% من الستات بيجي لهم الحاجات دي، وده بتبقى حاجات حميده، وروحي بيتك ما تخافيش. طبعا هم ما كشفوش عليا وقتها ماموجرام والحاجات اللي المفروض انها تتعمل، لان متعارف دوليا ان ما ينفعش انك تكشفي قبل ال40 بماموجرام، ما دام ما فيش حاله في العائله عندها فده ما يستدعيش انك تكشفي بالاجهزه دي. فخرجت من المستشفى بس ما كنتش مرتاحة، قلت لجوزي أنا عايزة أروح لدكتور تاني في عيادته، وفعلا ده حصل. رحنا وطلب إشاعات وتحاليل عملتها واديتها له، بص عليها قال لي ما فيكيش حاجة، نفس الكلام اللي أنا سمعته في المستشفى، بس يفضل لأنك لسه صغيرة إن احنا ندخل أوضة العمليات ونشيل الورم ده، لأنه ممكن يكبر ويضايقك وجوزك يتضايق من شكله، وأنت لسه صغيرة ومتجوزة، فنشيله أحسن. أنا دخلت أوضة العمليات على إني داخلة أعمل عملية تجميل، مش أكتر من كده، شايلة حاجة زيادة مش لطيفة ممكن أشيلها أو ما أشيلهاش. دخلت أوضة العمليات وعملت العملية وخرجت وروحت بيتي. الباثولوجي أو التحليل الباثولوجي بيظهر بعد أسبوع. طبعا أنا ما كانش في دماغي أي حاجة خالص، استنيت حتى ما كنتش مستنية نتيجة يعني، المهم جت، ما بصيتش فيها، خدتها ورحنا للدكتور. كان معايا ساعتها أختي وجوزي، فهو بيبص في الورق لقيته يعني طول قوي ومش بيرد، يعني مش بيقول نتيجة. في ايه يا دكتور؟ ما بيردش، مرتين ثلاثة مش عايز يرد. في الآخر رحت قايله هو سرطان. فراح باصص لي وراح باصص في الأرض وراح عايز راسه، اللي هو بمعنى يعني ساعتها رحت قايمة من مكاني وتحولت كأن مش معها بقى حد تاني، بيطمن على معها، عايز يعرف بالظبط ايه اللي هيحصل. حد متماسك جدا، وحتى النهارده انا بسأل نفسي ازاي كنت متماسكة كده، وزي ما بيقولوا انما الصبر عند الصدمة الأولى يعني. فوقفت قدامه قلت له دلوقتي انا عايزة اعرف بالظبط ايه اللي هيتشال، صدري كله هيتشال ولا جزء منه، شعري هيقع ولا لا، هاخد كيماوي ولا لا، انا عايزة اعرف تفاصيل كاملة. فقال لي ما اعرفش، انا مش عارف، بس احنا هندخل اوضه العمليات وانا هجيب معايا دكتور تحاليل وهفضل اشيل لحد ما اقف عند الجزء السليم، فانا مش قادره اقول لك اذا كنت هشيله كله ولا جزء منه. ودخلت اوضه العمليات وانا مش عارفه مصيري ايه، بس طبعا اول ما خرجت من اوضه العمليات كانت اول كلمه قدامهم كله ولا حته منه، اللي هو شلتوا صدري كله ولا سبتوا لي حته منه.
ولان كان متربط ومتربط بطريقه ما تعرفيش اصلا هم شالوا ولا ما شالوش، يعني انا مش حاسه بالاثنين اصلا يعني. المهم قالوا لي هم شالوا نصه، حمدت ربنا طبعا. وقعدت الليله ديت في المستشفى، وبعدين روحت بقى البيت. طبعا بدأنا بقى نفكر في قصة ان انا هعمل ايه، وانتي عارفة طبعا ان الحاجات دي تكلفتها عالية جدا وكتيرة جدا. طب هنمشي ازاي ولا هنتحرك ازاي؟ فساعتها رحنا مستشفى حكومي. واحنا هناك لما جوزي دخل المستشفى وشافها بالوضع اللي كانت فيه من 11 سنة، هي طبعا دلوقتي مختلفة تماما يعني، احسن بكتير. فقال لي انا مش هسيبك في المكان ده، لو سبتك هنا هتموتي. قلت له مش هينفع لان الموضوع تكلفته كتير. قال لي انا هبيع كل اللي حيلتي، هبيع البيت وهبيع العربيه وهبيع كل حاجه، بس مش هسيبك هنا. فانا ساعتها كان كل تفكيري انا عندي ولدين. طيب انا كل معلوماتي عن السرطان ان اللي بيجيله سرطان بيموت، ما عنديش معلومه تانية غير كده. ان من 11 او 12 سنه ما كانش في معلومه تانية غير دي، بيموتوا بس. ما كانش في وعي دلوقتي ان ممكن السرطان بني ادم يخف منه والكلام ده. فطب انت هتدفع فلوسك وتبيع كل حاجتك عشان حد هيموت، كده هو مصيره الموت. طب ليه؟ اولادي اولى وانت اولى بيهم، فلا خليني هنا. رفض وقال لي انا هتصرف. المهم عدى يومين لحد ما عرفنا واكتشفنا ان البنك عند جوزي بيعالج الاسر يعني مجانا وفي احسن الاماكن في مصر. وبدأنا رحله العلاج. بس كان حصل موقف ساعتها احنا في المستشفى دي من الحاجات اللي خلتني تقبلت ان شعري ما يقع، ان شعري يقع. ان ساعتها الدكتور اللي شاف الحاله بتاعتي سالته طبعا اول سؤال هو شعرك كله هيقع؟ فراح رد عليا بضحك قال لي بصي، هو انت هتاخدي، هو على حسب نوع الكيماوي اللي انت هتاخديه. الكيماوي ده يا اما هيخلي عينيكي خضراء او زرقاء، او هيخلي شعرك اصفر او اسود، على حسب النوع بتاعه. وطبعا الكلام ده انا لما سمعته فرحت وصدقته. قلت بقى خلاص بقى يعني هتحول بقى حاجه حلوه يعني. فتقبلت الموضوع وما بقتش متضايقه من انه ان حاجه هتقع. وفي ساعتها افتكرت كمان، يمكن اول مره اقول الكلمه دي، الممرضه هناك قالت لي كلمه، قالت لي على فكره مش عارف لو وقع هيرجع تقيل جدا. قالت لي ده الكيماوي ده لفظ كده يعني مش لطيف، قالت لي سوري يعني ده زي السباخ بيخلي الشعر يطلع تقيل جدا. وهو فعلا كلامها كان صح. فبدأت بقى سبت طبعا المستشفى دي ورحت اتعالجت في مستشفى تانية استثماري تبع الشغل جوزي. وبدأنا بقى رحلة العلاج، والشعر طبعا وقع وكل حاجة اتغيرت وشكلي بقى ما كانش لطيف طبعا. ففي يوم من الأيام وأنا واقفة قدام المراية كان شعري بقى وقع خالص، وكنت ما فيش ولا شعرايه بقى في راسي يعني. فساعتها كنت واقفة قدام المراية وجوزي كان قاعد على السرير، فبسأله بقول له أحمد أنا حاسة إن شكلي بقى وحش أوي، وانا ببص لنفسي في المرايه يعني. فلقيته قام من على السرير وراح جاي من ظهري حضني قوي وقال لي انت اجمل ست في الدنيا. يمكن الكلمه دي هي اللي خلتني وقفت على رجلي لحد النهارده، وهي اللي خلتني ان انا قادره ان انا اكمل حياتي، او ان انا انجح، او ان انا استمر اني عايزه اعمل ودي واكون موجوده. الدعم النفسي مهم جدا في الحياه دي بتاعتنا دي، ويمكن في كل حاجه مش بس السرطان. كل ما بتلاقي حد جنبك بيطبطب على قلبك وروحك، كل ما روحك بتترد لك من اول وجديد. لكن لو لقيتي كل اللي حواليكي بيخذلك بتبقي عندك لحظات يأس مش عايزه تكملي. هل دايما وجوه القوة اللي بنرتديها علشان نواجه فيها لحظات الضعف بتبقى نابعة مننا، ولا ممكن أكتر كمان بنستمدها من اللي حوالينا ومن اللي بيحبونا فعلا؟ لا مش شرط تكون نابعة منك، ممكن تكوني بتظهري القوة، هي موجودة بس محتاجة حد يشدها ويطلعها بره. كل واحد فينا جواه قوة، جواه مارد. زي ما أنا بقول دايما إن السرطان طلع من جوايا المارد اللي كان مستخبي في الأم. هي موجودة، لكن الشاطر أو الظروف اللي حواليكي هي اللي بتطلعه، أو بتفضل حبساه جوه الأم بتاعه مش قادر يطلع. لكن كلنا موجود فينا، لأن ربنا قال جملة في كتابه الحكيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهي موجودة، انت قادرة انك تتخطي وقادرة انك تتغلبي وتنجحي وتفوزي وكل حاجة. انت لو ضعفتي فضعفك منك، مش من الظروف اللي مش من قوة الظروف.
مش من قوه كنت مظبوط. انت اللي اضعفتي نفسك، لان ربنا ما دام شايلك فهو مش هيشيلك حاجه على قدك وعارف انك هتعديها. طبعا اللي حواليكي سبب رئيسي في ظهور القوه دي او وقتها، يعني اللي حواليكي يا اما بيزوروها وبينموها يا اما بيوقدوها. تعالوا نعيش، طب يلا يلا نغني ونفرح، يلا دي الثانية اللي تعدي دي والله بتروح ما تجيش. يلا يلا وحشتوني والله والله، وعايزة احضنكم والله، لا ما تسيبونيش. وحشتوني وحشتوني، ياما وانا فرحانة فرحتولي من قلبكم، وفي زعلي زعلتولي، وكلامكم ليا فادني وأثر فيا، حضنكوا ده الحنية أحلى حاجة في الدنيا، انتوا في القلب انتوا يا غاليين سكنتوا بتطبطبوا عليا. انا اول حاجه عملتها كانت فعلا مبادره زراعي خط احمر. دي كانت سببها ان كان بعد ما انا خفيت وبقيت كويسه ظهر حاجه في الرحم، كانوا شاكين انها ورم تاني يعني خبيث. فالدكتور طلب ان انا اعمل عينه. فاحنا لما بنشيل الثدي بنشيل معاه حاجه اسمها الغدد الليمفاويه. الغدد دي بتبقى موجوده تحت الابط. الغدد دي لما بتتشال للاسف بتسبب لنا محاذير كتير جدا، ما بينفعش ان احنا نتعامل كاشخاص طبيعيين بعدها بذراعنا، بالذراع اللي بتشال منه الغدد دي. يعني ما ينفعش واحده مثلا او واحد، لان سرطان الثدي سيدات ورجال، ما ينفعش ان هم يشيلوا حاجه تقيله يتقرصوا ويتجرحوا تقص ضوافرها بشكل مبالغ فيه، تقطم ودنه من ضفرها، تتلسع ميه سخنه تيجي على ايديها، اي عنف باي شكل من الاشكال ممنوع تماما. ليه ممنوع؟ لان ده ممكن يسبب مرض تاني اسمه ليمفيديما. يعني ايه ليمفيديما؟ يعني الذراع بتتخن وبتتورم وبتبقى عامله زي رجل الفيل، وللاسف ده مرض ملوش اي علاج في الدنيا دي كلها. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن نقدر نعملها له ان احنا بنعمل علاج طبيعي علشان نوقف الحاله اللي وصلت فيه، مش عشان نرجعها لطبيعتها. فانا كنت في المستشفى عشان اعمل العمليه دي. فقبل ما ادخل اوضه العمليات كلمتهم وفهمتهم ان انا عندي مشكله في دراعي، ما ينفعش تحطوا لي كانيولا او حقنه او اي حاجه في دراعي ده او قياس ضغط. فدخلت اوضه العمليات وللاسف هم تجاهلوا الكلام ده. فانا كنت فايقه، قدرت ان انا اعلي صوتي واكلمهم افهمهم، يعني ما كانوش فاهمين لانهم كانوا اجانب. فصوتي بدا يعلى، الدكتور دخل فيه حكيت له فقال لي اطمني، وعملت العمليه وخلصت وخرجت منها. لما خرجت بدات افكر، طيب انا دلوقتي كنت فايقه وعندي المعلومه، لان للاسف من ساعه ما انا اطلقت المبادره ما كانش حد عنده المعلومه دي. من سنه 2018 كان قليل جدا اللي يعرفها جدا. انا نفسي ما عرفتهاش يمكن بعد العمليه غير بسنتين. فقررت ان انا اعمل المبادره ديت. عباره عن ايه هي المبادره؟ هي اسوره بتتلبس في الايد على شكل حرف سين من المعدن، والسبب ان انا عاملاها من المعدن مهم جدا. ده لسبب، يعني انت لما تدخلي اوضه العمليات اي شخص ما ينفعش يدخل باي معدن. ليه؟ لان ده بيعمل تشويش على الاجهزه وبيبوظها جوه. فبالتالي انا لو داخله بمعدن اوضه العمليات، الدكتور اول حاجه ينتبه ليها اللي في ايدي عشان يقول الممرضه قلعيها، لان ده هيأذيه وهيأذي اجهزته. لكن انا لو داخله بحاجه امنه زي السيليكون او الجلد او اي حاجه امنه، هو مش هيهتم يبص عليها، هيبقى اهتمامه الاول ليا انا. فهنا حته ان بيهتم بحاجته هيخليه يهتم بيكي او ياخد باله ان عندك مشكله. فده كان سبب انها معموله من المعدن، معموله حرف سي، لان احنا ما ينفعش نلبس حاجه زي الغويشه، ده ممكن يجرحنا. زائد ان الدراع بتتخن، بتقدري توسعيها وتضيقيها على حسب حجم الايد. مكتوب عليها باللغه العربيه ذراعي خط احمر، وبالانجليزيه مصطلحات متعارف عليها دوليا في كل دول العالم، ممنوع الحقن والضغط والدم.
الإسورة أخذت براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ومتكرمة من الأمم المتحدة داخل جامعة الدول العربية. ليه؟ لأن إحنا بنعلق فيها فلاشة تحط فيها كل بيانات المريض الطبية والشخصية، بحيث لو لا قدر الله حصل له أي مشكلة، وقع قدام أي حد مش قادر يتكلم، أو حتى ممكن يكون هو جاهل بمرض، ممكن تكوني متعلمة بس جاهلة بمرضك، فأي حاجة أي حد هياخد الفلاشة يحطها في جهاز الكمبيوتر أو شريحة التليفون يحطها في الجهاز، عرف عنك كل حاجة، قدر ينقذك، قدر يطلعك من المحنة اللي انت فيها من غير ما تتكلمي. دي فكرة المبادرة اللي هي زراعي خط أحمر. وبالنسبة بعد كده اه رحت وزارة التضامن عشان اتكلم معاهم في المبادرة ديت، واني عايزة ان انا انشر الفكرة في كل المحافظات عشان الناس تقدر تعرف المشكلة. فقالوا لي انت فكرتك حلوة قوي، ليه ما تعمليش جمعية؟ فانا قلت لهم انا مش حابة، يعني انا مش بحب قصة الجمعيات والكلام ده. فاصروا يعني فضلوا ورايا ان هم يقنعوني ان انا اعمل ده، وفعلا سبحان الله انا دخلت في القصة لا اراديا، بس مشيت بطريقة غريبة جدا، وكأن ربنا بيقول لي انا عايزك تمشي فيها، وانا اللي مشيت فيها بايدي، يعني انا اللي عملت اجراءات الجمعيه وخلصتها كلها بايدي انا لوحدي. يعني بدات بقى اللي ما بتعرفش تعمل اي حاجه خالص في حياتها خالص تتحول 180 درجه، ان هي دلوقتي بتعمل كل حاجه، كل ما تتخيلي انا بعمله. انا حاليا انا رئيس مجلس اداره مجله ساحل الحياه، ودي عمرها 10 سنين. دي كانت البدايه خالص، بدايه الخروج من الشرنقه اللي انا كنت فيها. اول عدد؟ لا، دي كانت بسبب يعني المجله دي عملتها كده بالصدفه. يعني انا كنت قاعده على الفيسبوك، فصاحبي واحده اتعرفت عليها قالت لي انت بتعملي ايه في حياتك؟ قلت لها ما بعملش حاجه، انا بحب اكتب بس على الفيسبوك كده مقولات. قالت لي بتكتبي حلو جدا، ايه رايك نعمل مجله وتحطي فيها كل الحاجات اللي بتعمليها، طبخه او كتابه او ما رضيتش. فضلت ورايا لحد ما لقيتها الصبح بعتالي على الشات الفريم بتاع المجله. ومن هنا بدات قصه سحر الحياه، اني اكتب. بدأت أكتبه من كتابتي جوه ساحل الحياة، اسمي بدأ يطلع بره، بقيت أكتب في الجمهورية واليوم السابع وروز اليوسف وحاجات كتير جدا كتبت فيها. بدأ اسمي يتعرف إني كاتبة صحفية. اشتغلت رئيس تحرير ومعدة برامج وكان ليا برنامج على التلفزيون، وكان ليا مجموعة برامج على الراديو. وكان أمل حياتي إني أكون مذيعة راديو مش تلفزيون، مش بحب التلفزيون أبدا. فقررت ان انا كده خلاص بقى اخدت بكالوريوس التجاره، قررت ان انا كمان اخد دبلومه في التقديم الاذاعي من ناس بيرو، وعملت ده فعلا ونجحت فيه. كمان لما اشتغلت وعملت المجله بقى معايا ناس بتشتغل معايا جوه المجله، فانا عايزه اعلمهم بطريقه صحيحه، ما يبقاش مجرد هوايه. فقررت اني اخد دبلومه في الصحافه، ففعلا اخدت دبلومه في الصحافه من اكاديميه اليوم السابع، فبقيت بكالوريوس، بقيت أكاديمية في اليوم السابع وأكاديمية من ماس بيرو. الحياة بتاخد وتدي،